السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي الفاضلة عائشة الجبل، اسمك جميل، معناه ذات الحياء وذات الخلق الرفيع. الأبوين لما يسموا بنتهم عائشة بيتمنوا لها تعيش حياة طيبة طويلة براحة بال وسعادة وهناء. سموك عائشة على أحب امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أنا موجه لك رسالة، الرسالة دي عايزاك تسمعيها وإنتي براك وما جنبك أي زول، وتركزي كويس في الكلام الحابة أقوله لك. إنتي فنانة وناسبة نفسك للجبل. الجبل من صفاته يكون عالي ومرتفع شامخ جبل، لكن للأسف الفن اللي إنتي بتقدميه ما فن عالي ولا فن راقي، بل بالعكس. كون المرأة تتخلى عن حجابها، عن حصنها، عن زيها الإسلامي الأمر به رب العالمين سبحانه وتعالى، وتطلع تجيف وسط مئات الرجال وعلى المسرح وهي بأبهى زينتها وبأبهى صورتها عشان تغني وترقص، وعن يمين رجال وعن شمال رجال ومن خلف رجال ومن أمام رجال، فللأسف ده ما فن. كون المرأة بأسلوب غناها وكلماته وطريقتها في الغنى تخلي الرجال يرقصوا ويهزوا وسطهم زي النسوان، فللأسف ده ما فن. كون المرأة تسمح للرجال إنه يحملوها على أكتافهم ويطلعوا بيها المسرح عشان تغني، فللأسف ده ما فن. حتى أهل غنى نفسهم بيعتبروا النوع ده من الغنى غنى هابط، وده ما كلامي أنا، ده كلام المغنيين والمغنيات. وحتى سمعت بعضهم بيقول إنه هم ما بيعترفوا بيك كزميلة ليهم. ما معنى كلامي ده؟ إنه أنا شايفاهم هم على حق أبدا والله. فالمرأة أصلا ما بجوز لها تغني بحال من الأحوال وتسمع صوته الرجال. أولا لأن الموسيقى حرام، وثانيا لأن ربنا سبحانه وتعالى نهانا نحن النساء عن الخضوع بالقول، قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. القلوب المريضة كثيرة يا عش الجبل، وأظنك شفتي الطمع القل عليه رب العالمين في الآية دي لما اعتدى عليك الرجال وتحرشوا بيك وانت طالع من حفلة، وانت قلت في تعليق على الموضوع ليك على تعليق ليك في الموضوع ده إنه ده تصرف ما بيليق بالشعب السوداني. طيب غناك ده وأسلوبك وأدائك ورقصك وسط الرجال ده بيليق بالشعب السوداني؟ وأنا ذاتي ما بحب أوصفهم بالرجال، هم ذكور، لأنه كلمة رجل في القرآن ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى مع الصفات السامية الرفيعة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. دل يا ربي النوع في الحفلة؟ كلا والله. الرجل الحقيقي ما بيرقص وبيتمايل وبيتبتب زي النسوان، لكن انتي فتحتي ليهم المجال، انتي اللي بقيتي سبب انه الناس تجي الحفلة. انتي كده ارتكبتي ذنب عظيم وخطأ جسيم. اتخيلي معاي كم ذنب انتي بتاخديه في كل حفلة عملية. لا وحفلاتك مصورة، يعني انتي بتصلي الناس جوا بيوتهم. عائشة الجبل، انتي صورك في تلفونات الرجال، أغانيكي على لسان الأطفال، ويمكن ده السبب اللي حركني وهزاني وخلاني أتوجه ليكي بالرسالة دي. انت كده ما بتضل جيل واحد، انت حتبقي سبب في إضلال أجيال. ديل أملنا يا عش الجبل، ديل أمل المستقبل. لما نلقى أولادنا وبناتنا وشبابنا بيرقصوا بيغنوا على بأعلى صوتهم وهم بيقولوا هاي دي مالا، فدي مصيبة. انت مستهدفة أخطر وأهم شريحة في المجتمع، الشباب. لو بقى الجيل الجاي ده فنه وده همه وده هدفه بيبكي على الدنيا السلام. يتخيلي معاي كمية الفساد والضرر الحصل للمجتمع السوداني بسبب غناك. الغنى ده ما بيشبهنا، اللون ده ما حقنا. المرأة السودانية مرة تتوزن بالذهب
بعقله، برجاحته، بأدبه، بحياءه، بحشمته، بدينه. المرأة السودانية ما رخيصة للبسوة والما بسوة يتفرج عليها. المرأة السودانية بنت رجال، أم رجال، وأخت رجال. عائشة الجبل: أنا عارفة إنه أنت عارفة إنه كلامي صح، فأرجوكي ما تاخدك العزة بالإثم وترفضي قبول الحق. عائشة الجبل: لو حتسألي وتقولي هاي دي مالا، أنا حاوريك أنا مالي. أنا واحدة عايزة ليك الخير، بحب ليك الخير. ربنا جعلني في طريقك عشان أنبهك، لأنه صدقيني أنت جواك خير. لو سألتي دي مالا حاقول لك أنا ربنا أمرني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لو سألتي دي مالا حاقول لك أنا وإنت في مركب واحد، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني إحنا أحرار وده نصيبنا وده حقنا، نعمل اللي عايزين نعمله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فيا عش الجبل، أرجوكي اترك الانت فيه، اتركي لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ما تفكري في الشهرة وفي اسمك التعبت فيه والناس اللي عرفتك حتشتهري برضو، وربنا بإذن الله حيعلي ذكرك ويرفع قدرك، لكن في الملأ الأعلى بإذن الله تعالى. بإذن الله أنت بصلاحك سينصلح الكثيرون، وبتقواك سيتقي الكثيرون بإذن الله تعالى. لو اهتديتي لاهتدى بك أقوام. أسأل الله عز وجل أن يجعلك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله عز وجل أن يهديك سواء السبيل، وأن يشرح صدرك للهدى والرشاد، وأن يجعل صوتك الجميل هذا في القرآن، وأن تكوني من القارئات المرتلات، وأن يقال لك يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.